السلام عليكم. هل مصر فعلا هتكون من السبع اقتصاديات الأوائل في العالم؟ ويا ترى مين هي قوى الشر الحقيقية اللي هتواجهها مصر الفترة الجاية؟ أهلا بيك يا صديقي الغالي في الخلاصة مع إسلام عمر. يلا بينا. لازم تعرف إن أشر دولة في العالم مش أمريكا ولا إسرائيل. صحيح هم ما يعلم بيهم إلا ربنا، ولكن مملكة الشر الحقيقية هي بريطانيا. فالدولة المصرية خلاص قفلت الجيم وواجهت كل الدول الكومبارس وانتصرت عليهم، ودلوقتي هتخش بقى على ليفل الوحش وتقابل القوى الشر الحقيقية اللي نازلين الملعب بنفسهم. وعلشان كده الدولة المصرية بتتعامل مع الملف ده بحرفية وعبقرية ما حصلتش، وبتتعامل بدبلوماسية عظيمة جدا. ووزير الخارجية المصري نزل الملعب في الوقت المناسب وهو المتصدر المشهد. وتعالى بقى يا حبيبي، انت سايب كلابك ينبحوا قدام السفارة المصرية في لندن ليه؟ يروحوا يردوا ويقولوا لك ايه؟ دي حرية وحقوق انسان، انتوا ايه اللي عرفكم بيها انتوا يا دول عالم تالت متخلفة؟ يروح البرنس عبد العاطي يرد ويقول لهم ايه؟ تمام قوي، انتوا ناس زي الفل واحنا بنتعلم منكم حقوق الانسان. وعلشان بقى حقوق الانسان اللي عايزين يطبقها عندنا زي عندكم، فاحنا هنفتح الشارع وهنشيل لا مؤاخذه الخوازيق اللي قدام السفاره البريطانيه في القاهره عشان نوسع الشارع شويه. راحوا سالونا هو انتوا هتشيلوا الخوازيق وهتودوها فين؟ راح رد وزير الخارجيه المصري وقال له والله السؤال ده لو سالته لاي مصري مالوش الا اجابه واحده، وطبعا المصريين عارفينها كويس، بس عموما شوفوا انتوا تحبوا نحطها لكم فين واحنا مش هنتاخر. وراح الخواجه رد علينا بسرعه وقال لو النبي بلاش الخوازيق، احنا هنقفل السفاره لحين اشعار اخر. كمان في حدث مهم جدا بيحصل في مصر ومحدش بيتكلم عنه، قمه ال20 الكبار في القاهره. والله زي ما بقول لك كده، قمه ال20 الكبار في القاهره، ودي الاول مره تحصل في تاريخ المنظمه ان القمه تنعقد في دوله مش من ال20 الكبار. وده مش عشان هم بيحبونا ولا دي جدعانه معانا وكده، لا خالص، بس ده علشان مصر لو استمرت في النمو ده وفي التطور ده لحد سنة 2035 هتزيح كل دول ال20 وهتتربع على عرش الاقتصاد العالمي، وهتكون من ال10 الأوائل. وده مش كلامي ولا أنا جاي أهبد عليك، ده كلام كل الخبراء الاقتصاديين في العالم، لدرجة إن الجزيرة عملت مقال طويل عريض وبتقول فيه هل فعلا مصر سنة 2030 ستكون من السبع اقتصاديات الأوائل في العالم؟ وبالمناسبة لو عايزين تعرفوا إيه السر ورا سنة 2030 وليه دايما بتتذكر في كل الأحداث، ارجعوا للفيديو ده وانتوا تفهموا. نرجع بقى للجزيرة. قعدت بقى الجزيرة تشيل من الأرض وتحط على دماغها وتعدد وتلطم، علشان بالأرقام وبالبنية التحتية اللي بتتعمل وبالمصانع اللي بتتبني في عهد الزعيم السيسي، مصر إن شاء الله هتكون من السبع الأوائل. هتقولي بس الولع حكشة اللي نام على بطنه في صفة اللبن كل يوم يطلع ويقول إنه خبير اقتصادي وإن مصر هتفلس ولا فيش اقتصاد ولا في مشاريع والحالة ضنك وهنحارب إسرائيل والعالم. أديك قلتها، الولا حكشة، الموضوع كده كده اتقفل. بس لازم تعرف يا صديقي إن الحرب دلوقتي ما بقتش حرب سلاح وبس، الحرب دلوقتي بقت حرب عقول واغتيال معنوي وفكري. وهم دايما دلوقتي بيحاولوا يغتالوا معنويات الشعب المصري علشان يكفر بالدولة المصرية ويحس بالدنيا وإنه ما يقدرش يحقق أي حاجة، في حين إن الدولة المصرية ماشية على خطة لحد سنة 2030 و2035. وربنا يحفظ مصر من أعدائها في الداخل وفي الخارج لحد ما نوصل ل 2035 والعمر كله إن شاء الله. وساعتها هتشوفوا الدولة المصرية وهي مسيطرة على المنطقة وعلى قارة أفريقيا كلها، وهتكون حدودها هي حدود قارة أفريقيا. أما بقى الواد حكشة اللي كل يوم يطلع يرعب الناس ويقول لهم الحقونا مصر هتحارب النهاردة بعد الغدا يا إما بعد العشاء مش متأكد، فده بقى إن شاء الله هتشوفوه وهو بيجري ورا عربية الرش في الشوارع. فاللي عايز أقوله لكم إنه خلوا بالكم قوي على بلدكم. الفترة الجاية البلد هتتعرض لضغط كبير جدا من الإشاعات والتلاعب بأفكاركم وبدماغكم، وزي ما قلت لكم عشان تحسوا إن مصر مش هتقوم لها قومة وإن إحنا بيبقى علينا الوهم، بس الكلام ده مش حقيقي. صدقوني مصر ماشية على خطى قوية جدا، فانتبهوا. وزي ما الرئيس السيسي كان بيقول طول ما انتوا كده محدش هيقدر علينا، ودي حقيقة. وديكوا شايفين كل البلاد اللي بتتقسم لطوائف وغيره شايفين بيحصل فيها ايه.
ان شاء الله عمرنا ما هنتعرض لحاجه زي دي. ربنا ينصر العرب وينصر فلسطين. تحيا مصر، والسلام عليكم.